البيت. المفروض يكون هذا بيتي، بس يلا الفلوس اخذها انا. خذا وروحك بلا خذا وروحك، انت لا تصدقين عمرك. حسبالك البيت هذا بيتك، هذا مو بيتك، هذا بيت المسكينه اللي انت قطتها بالمستشفى يا الحقيره. انت بفهم انت شلون رضيتي على عمرك تاخذين واحد كبر ابوك؟ انت كبري، تدرين شنو كبري؟ شوفي انا اذبحك عادي، تدرين ليش؟ انا اذبحك ان انا مينونه عادي، مينونه مطيحه امي بالمستشفى، ما حد راح يشرح علي. ايش راح اسوي فيك انا؟ شوفي انت تطلعين برا البيت، تعرفين شنو تطلعين برا البيت؟ برا ذنبي، برا طلع برا. انا ما راح ارد عليك احتراما حق ريلي، بس ريلي راح يرد عليك. يلا ريلي. شو اسوي فيها هذه؟ شو اسوي فيها؟ يقولون لي تايتانيك غرقت، وينها؟ كاهي ببيتنا، تعالوا شوفوها ببيتنا. ما بلغت عليها البلديه انا اعلم. الحين تبكي؟ شو تفيد دموعك؟ شو تفيد بعد ما طيحت ابوي الطيحه الجايده؟ شو تفيد دموعك؟ اسمعني يا سعود، اسمعني. اذا ابوي صار فيه شيء انا ما راح اسامحك طول عمري. حرام عليك، بس ذبحتيني والله ذبحتيني. ابوي ما راح يصير فيه شيء، ابوي راح يقوم يسامحني. سعود وين رايحين؟ هاي حق ابوي يمه، انا ما راح اضايقه بعد اليوم، بروح ابوس ايده وريله وراسه بس خليه يقوم يسامحني. والله بعد ما راح اسوي له شيء يا يمه. خذني معك يمه. سعود خلي معك يا يمه. انا وياك راح نروح العصر حق ابوي نطمن عليه. تعالي يمه، تعالي يمه. بس صار في شيء ولا ما دريتي؟ أكيد انصدمتي فيني مثل ما انصدمتي بأخوي مشاري. أنا وين؟ وهالطريق هذا وين؟ شو ما فكرت باللحظة هذه؟ أنا المفروض أرفع راس أمي فوق، راس أهلي كلهم فوق، أوطي راسهم. يبا لا يبا تكفى، لا يبا لا تموت تكفى، يا يبا سامحني تكفى يبا، والله ما راح أديك بعد اليوم. سامحني يا يبا، أبوس إيدك يا يبا، أبوس إيدك يا يبا، والله ما أتغير، والله ما أتغير يا يبا.
صراحة حالتها وايد صعبة. أنا محذركم من أول إنها ما تتعرض لأي صدمات عصبية. دكتور شو نسوي بعد؟ اللي صار. زين هي الحين شلون حالتها؟ شلون وضعها؟ في الوقت الحالي أنا ما أقدر أحدد أي شيء. لازم تستقر حالتها أول شيء وينزل ضغطها. الله كريم. انت لازم تروح تجيب جمانة لاني محتاجتها بشغل البيت. يا يبا جمانة ما راح تجي لان خالتها بالمستشفى تعبانة ومستحيل تجينا. اتي وقصبا عنها واحنا شكو بخالتها. انزين لا قاعد تحنين، انا باكر امر عليها واشوف سالفتها. ايه انت لازم تروح تجيبها. انزين قومي سوي لي شيء خناقلي ترى ميت يوع. وانت من صدقك تبيني اقوم اسوي لك غدا؟ انت ما تشوفني مريضة وطايحة بالفراش؟ يا اخي اطلب من المطعم. شنو مطعم ترى ذبحتيني كل يوم مطعم. اكلنا صار كله من المطعم. ترى مليت من العيش انا. شنو هذا؟ ابو فواز وانت شلون تحاكيني بهاللهجة؟ وشلون ما حاكيك؟ ومن انت اللي ما حاكيك؟ قاعده بفراشك ومريضه وتفلسفين علي بعد ولسانك طويل. لا انت مو طبيعي. انت منت ابو فواز اللي انا اعرفه. لا انت فيك شيء. انت متغير فيك شيء. انا متغير وراح اتغير الى الاحسن والى الاسوأ. ترى حرام عليك يا مره. خليني اتكلم مره بحياتي. زهقتيني عيشتي، مللتيني. تدرين شنو مللتيني؟ ابي مره تخدمني مو انا اللي اخدمها. ابي مره تسمعني مو انا اللي اسمعها. ابي مره انا احكمها مو هي تحكمني. حرام عليك كرهتيني عيشتي. ابو فواز انت ايش فيك؟ ابو فواز ليش تعاملني هالمعامله؟ لاني مريضه وطايحه بالفراش تعاملني بهالمعامله؟ هذه اخرة العشره. من زين العشره عشرتك تضيق الخلق. ذبحتيني انا هادك البيت وطالع. تفهمين ولا لا؟ ابو فواز احاجيك. ابو فواز سعود، وين أبوك؟ سعود وين أبوي؟ ليش ما جبته معاك؟ أبوي مات. الزمن سكين تطعني في ظهري أروح الوين تجي بصدري. وايد زحمة. أنا أوت. وين بلاك جاك؟ خسرت كل فلوسي يا عبد اللطيف. سلفني 2000 يا أبو رهف. يا أبو مشاري دينك كثر والمفروض عليك تسدد اللي عليك أول. لا يصير قلبك رهيف يا أبو رهف. النسيب ثقة وأنا متأكد إنه راح يدفع على ضمانتي. عدل كلام عبد اللطيف. لا تخاف يا أبو رهف، حقك ما يضيع. أنا حلو مع الحلوين، ولما توصل المسألة حق حلالي من حقي أطالب فيه. أكيد حقك يا أبو رهف. النسيب راح يسدد بالموعد. عدل كلامي يا النسيب. عدل كلامك يا عبد اللطيف. يا أبو رهف أنا الحين محتاج 2000 وخل تاريخ سدادهم مع اللي طافوا. خلينا نشوف. أنا بروح أجيب لك 2000 ووصل الأمانة اتوقعه زين. وايد زحمة. يما ان شاء الله صرتي احسن. يما شو فيك ما تكلميني؟
يما انت زعلانه مني؟ يما ليش امي ما تكلمني؟ ايش فيها؟ دكتور رد علي، ايش فيها امي؟ يما انت زعلانه؟ يما حاجينا الله يخليك، قولي لي انك بخير. يما دكتور ايش فيها امي؟ قول لي ايش فيها؟ يما ايش فيك؟ هيك واحد ابي اتكلم مع امي. يما حبيبتي ايش فيك؟ يما لا، يما انت ما تتكلمي الا. يما حبيبتي يما الله يخليك حاجيني. يما لا، يما حبيبتي حاجيني. صباح الخير حبيبي. هلا صباح النور. هلا والله، هلا. الله شو الريحة الحلوة هذه؟ ريحتك ولا ريحة الأكل؟ كل هذا علشاني أنا؟ يح من قدي. من يوم ورايح اكلك راح يكون هني، لو من ايدي انا بعد. تسلم ايدك. من قدي أنا. عطيت الظهر حسس روحي، عطيت الطعام. تسلم ايدك والله. كل يوم تسوي لي كذي؟ حبيبي مني غيرك اسوي لها؟ ابعد عمري والله. هذه الحياه الحلوه، هذه الحياه اللي ترد الروح، مو حياتي مع النسره اللي تحت كلها نجره وحنه وقرقه. سوي لي سندويشة جيمر مع جبن مع زبده. انا عيوني لك. اي والله. ابو شميس، سعود شو اخبارنا؟ صار له كم يوم ما يبين، عسى ما على خير. سعود عيشت وادق عليه ما يرد علي، ولا جهازه مغلق. انا مستغرب من سعود هذا، هالفتره ما يرد. انا حاسس انه بدا يتهرب يوم قرب موعد التسديد. يتهرب وراه محكمه وبنحط بيده هذول الكلبكات. يبا كلبشات خلنا من الكلبشات والبلد. ابي نسيبك بمشاري. وينه؟ ترى موعد التسديد قرب والفلوس كثرت عليه. يا ابو رهف، تروح وترد على ابو مشاري. ابو مشاري قايل لك انا حاطه بالمخبه بيته وتحرر. بنبيع البيت وبناخذ الفلوس ونحطهم بالجيب. باخذك الشاليه وبنركب الجيب. يلا يلا انا ماشي. تبي شيء؟ لا حبيبي سلامتك. الله يسلمك. يلا ماشي حبيبي لا تتاخر. ان شاء الله ان شاء الله، ولا يهمك ما تاخر، بس تدي ماشي على وجهك. ها ان شاء الله حبيبي. ترى العيال شياطين. ان شاء الله يا قلبي. الله. ما صدق. شنو ما تصدقين؟ ما صدق يا يبا انك مستانس. يبا امي انشلت بسبتك يا يبا. امي مدري يا يبا اللي ضحت بكل شيء علشانك، ليش تسوي فيها كذي علشان واحده مثل هذه يبا؟ يبا اخوي خالد ضاع وانت ما تدري عنه يا يبا. احنا كلنا ضعنا يبا، حرام عليك حرام. يبا تكفى يبا، رد علي يبا. يبا تكفى يبا. انت مو ابوك، انت كلبك ما في رحمه. حرام عليك. شريف ابوي ويحس، شريف ابوي ويحس امي شلت. تدري شريف امي شلت يعني كلنا راح نضيع شريف، احنا راح نضيع شريف. امشي امشي. يما انا خايفه على اخوك، لا ياكل ولا يشرب كذي بيموت روحه. خليه يما، خليه يحس بالذنب. اللي سواه شيء مو بسيط، ابوي مات بسبته. اللي صار يا ريم، واحنا ما بيدنا شيء نسويه. ربنا جعل لكل شيء سبب، وسعود تسبب في موت ابوي. الاعمار بيد الله، وابوك هذا يومه. احنا خسرنا الابو، ما نبي نخسر الولد. يا ليتنا خسرنا الولد ولا خسرنا الأب. لا يا ريم، لا تكونين جاسية كذي على أخوك.
أخوش تغير وايد، تغير عن الأول، وندمان على كل شيء سواه. عمي، أنا طلبتك عشان أتكلم معك. ايش عندك خلصيني؟ طبعا أنت أكيد تدري عن الحالة اللي وصلت لها أمي بدرية. أنا مستحيل أتخلى عنها أو أتركها. ايش قصدك يعني؟ عمي خليني أتكلم بصراحة. من اليوم أنا راح أعيش عند خالتي وحقوقي ترجع لي بالكامل. كافي عليك اللي خدته طول السنين اللي طافت. يعني شنو؟ يعني اللي خدته طول السنين اللي طافت حلال عليك، أنا مسامحتك فيه. بس حقي من ورث أبوي اللي بقى عندك أبي يرجع لي بالكامل، ولا المحاكم من بيني وبينك. لا وصلت لي التهديد يا جمانة ها؟ اعتبره مثل ما تبي، أنت اللي وصلتني لهالحالة. يوم سكت عنك قبل مو لأنه خوف منك، لأنك عمي، أخو أبوي، من لحم ودم أبوي. بس الحين خلاص لازم تسمع كلامي. اللي صار يا يمه، وهذا يوم أنا ما أبيك تسوي بنفسك كذي. اطلب له الرحمة يا يمه. يما أبوي مات، ما كان راضي عليه إلا رضا الوالدين يا يمه، إلا رضا الوالدين. يا ريتك يا يمه كنت متذكر هالكلام من قبل، كان ما صار اللي صار. أنا اللي كنت ضايع، ما أخذتني الدنيا. تعرفت على ربع ما يخافون من الأول، مشوني بطريق كله ضياع، كله وهم. ما كنت أدري إن هالطريق هذا يغضب رب العالمين ويغضب أبوي الله يرحمه. ياما نصحناك يا سعود وقلنا لك اصحى، لكنك عنيد وما تسمع. أنا اللي ذبحت بيدي، أنا اللي ذبحت بيدي، ذبحت أبوي، عزوتي وسندي بالدنيا، ذبحته بهالإيد هذه. أنا مو لازم أعيش، أنا لازم أموت، لازم أموت. خلاني وراح، ما يدري اني انا تعبانه ومريضه ومحتاجه احد يخدمني. يا عيوني، حتى جمانه للحين ما جابها لي. ما ادري ايش فيه، ما ادري ايش فيه، مو بتحملني. بس ما يخالف، ما يخالف يا ابو فواز، خلنا نشوفك بس، ما يخالف، يصير خير. يا عيوني،
يا ريولي. هلا للجميل يمين. يا أرض احفظي ما عليكي، ما شاء الله عليك. ابو فواز، وينك الله يهداك؟ ادق عليك ما ترد علي. وبعدين منو هذا اللي معاك؟ ايه هذه الممرضة، انا ادري انا ما هنت عليك تشوفني بهالحالة وما تجيب لي ممرضة. اي عدل كلامك. هذه ممرضة بس مو حقك انتي، هذه ممرضة حقي انا. بتعالجني انا لان انا مريض من علتك. يا ام فواز هذه زوجتي. نورة، شريفة، أبي أطلب منكم طلب صغير بس. أرجوكم لا تتعافون قدام أمي، لا تحسسونها إن هي ضعيفة وإن هي عاجزة. لازم تكونون قوية قدامها. صدقوني ترى الحالة اللي فيها أمي حالة نفسية أكثر من ما هي حالة مرضية، وإذا قدرتوا تخلون نفسيتها ترجع زينا مثل الأول، صدقوني بترجع لنا طبيعية، بترجع نفس ما كانت وأحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ما شرب وليد، ايش فيك؟ ايش فيك وليد؟ ايش فيك عسى ما شرب؟ حلمت حلم اكشر. قول لي اياه وانا اسفل لك اياه، وانا افسر لك اياه. سوري. ويعني انت ما فكيتنا؟ كل وقتك انت غشمر، الرجال فاز من نومه مخترع وانت غشمر، تراك ذبحتنا. ايه بس انت وياه ما كل العافيه يا وليد، ارتاح، ما كل العافيه ان شاء الله، ارتاح. يما تدرين اليوم ايش صار؟ انا رحت حق عمي وقلت له ابي كل حقوقي. تدرين اول مره ما احس بالخوف واحس اني اقدر اقول اللي بداخلي وبكل قوه. قلت له ابي كل حقوقي رجعهم لي. شفتي يا يما؟ شفتي؟ وانتي كنتي دائما تعلميني اني اكون قويه واني اقول اللي بداخلي واني ما اخاف واني اصبر، ولما اصبر احصل اللي ابي. هتشوفي يما، انتي علمتيني اني اكون قويه وقت المصايب والشدايد. الحين انا تعلمت وقمت اسوي اللي انتي علمتيني اياه. بس مو معقول ان انتي ما تسوين هالشيء. يما انتي بعد لازم تكونين قويه. صدقيني يا يما، انا ادري اللي مريتي فيه صعب، اللي مريتي فيه ما حد يقدر يتحمله، وهم انا يا يما ياما شفت اشياء صعبه، ياما مريت بظروف ما في حد يقدر يتحملها. يما انا اعتقد ان انا وانتي اللي شفناه ما حد شافه بالدنيا، بس هذا مو معناه ان احنا نضعف. يما صدقيني، انا ونورة وشريفة ومشاري وخالد كلنا بحاجة لك يا يما. احنا تونا بأول الطريق، قدامنا طريق طويل ما نقدر نمشي بدونك. يما الله يخليك تصيري قوية ورجعي لنا، احنا محتاجينك. وانا ادري انك تقدرين. هذه اخرتها يا ابو فواز، هذه اخرتها تتزوج علي وتجيب لي شريكه. يلا عاد على حكي زايد، انت اللي جبرتيني اسوي كذي، وانت اللي خليتي جمانو تقوم علي.
ياما قلت لك انا سايسيها وعامليها عدل. اخذيها الحين اكليها. قامت طالبني بحقوقها وبتاخذها غصبا علي بعد. انا قلت لك وياما نصحتك، قلت لك دير بالك لا تاخذ حصتها، بس انت ما سمعت كلامي. الحين جاي تقط اللوم علي، عشان تبرر غلطتك. ها يلا عاد سكري حلجك، صار اللي صار شنو يعني؟ بعدين تعالي ترى انا مليت منك، طقت كبدي ابى اشوف روحي ما صارت. يا مريضه يا تعبانه يا ما تطبخين وتاليتها، ترى مليت منك. طلعوا برا، اطلع برا انت وياها من بيتي، ما بشوف رقعتوا وياكم هنا عندي. اطلع برا. ضحكتيني وانا مالي خلق اضحك. حبيبتي الكلام هذا ماخذ خيره. البيت هذا ما زال باسمي مو باسمك مثل ما قلت لك قبل. انا كنت ادري ان بي اليوم هذا وتقولي لي اطلع برا، قلت اضمن مستقبلي على الاقل يصير لي شيء بالدنيا، عندي بيت اعيش فيه. اطلع برا. معقوله يا ابو فواز انت تسوي فيني كذي؟ لا ماني مصدقه. انا ايش سويت لك عشان تسوي فيني كل هذا يا ابو فواز؟ يا حبيبتي احنا بزمن المصلحه، مثل ما يقول المثل اللي تكسب به العب به. وانت صرتي بالنسبه لي كرت قديم ومحروق ويت مكانك لولوه. اطلع برا. انا فواز. اطلع برا انت وياها. وخري زين. طلعوا برا. ما بشوفكم في بيتي. اطلع برا انت وياها. قلت لك اطلع برا انت وياها، ما بشوفكم. انا فواز ما يصير فيني كذي. طلعوا برا عن بيتي، طلعوا برا. هاش قلت يا ابو مشاري متى بتسدد المبلغ؟ ترى كثر عليك. 26,000 مو كنهم وايد يا ابو راهف؟ يا ابو مشاري انا ترى ما غش، والله يبعدنا عن الغشاشين، وكل شيء انت كاتبه بيدك وموقع عليه. تطمن يا ابو راهف تطمن، النسيب بيسدد لك كل فلوسك. لا تلوموني يا جماعه، هذا نظامي معروف، اللي ما يسدد احول النيابه. اوف نيابه؟ ايش دعوه يا ابو راهف؟ ما توصل بيننا الشكاوي. صدق احنا ربع واخوان وحبايب وعلى عيني وراسي من فوق، بس هذه فلوس، والمثل يقول ان بغيت صاحبك دوم حاسبه كل يوم. وايد زحمه. بس ما اقدر اشوفهم بهالحالة. ابي اشوفهم بتقوم مرة ثانية على ريلها وتوقف. اشتقت اسمع كلمة يمه وهي تقولها. ما نحتاج حد يا جماعة. يما جمال. نعم يما. شريف امي قالت جمانة. يما تدرين اول مرة احس ان اسمي لمانة واسمي حلو يوم نطقتي. امي انتقلت. سمعتي امي؟ جمانة امي ما تكلمت، ما قالت شيء.
يا جميلة الحياة، توصل فيك المواصيل تبوقين ذهبي والماصاتي؟ شوفي عاد لا تقولي عني بواقة، ترى انا من عائلة محترمة. وبعدين حبيبي حمودي هو اللي اعطاني اياهم هدية. حمودي اللي عطاك اياهم؟ انت ما تدرين ان هذول ذهبي والماصاتي انا؟ حمودي ايش فيكم يبا؟ ايش فيكم؟ ايش صاير؟ ايش حق صوتكم واصل للحمام؟ واحد ما يتسبح يعني؟ شوفها. اشوفها؟ ايش حالاتها؟ ايش فيها؟ صاير؟ ليش تطنز انت؟ اقول لك شوفها بايقه ذهبي والماصاتي. لا ها؟ بايقه ذهبي والماصاتك؟ إيه. لا لا يا لولو حرام عليك. حرام عليك تسوين كذي. ما توقعت هذا منك. تدري منو هذه؟ هذه ام فواز حبيبتي. هذه عشرة عمر معاها. هذه عشت معاها احلى ايام عمري. يا تسوين فيها كذي؟ حرام عليك. ما توقعت هذا منك. سمعيني عاد. ما ابي اسمع صوتك بهالبيت. ولا تعلين حسك عليها، تفهمين ولا لا؟ وكل شيء بهالبيت حقها. ذهب غير ذهب انت مالك شغل فيه. هذا حلال لولوة ها؟ هذا لا حلالك ولا حلال لولوة ولا حلالي انا بعد. انت تدري ان هذا حلال جمانة وابوها الله يرحمه. فلا تخليني اعلمها. اهلا. صباح الخير يا جمانة. هلا والله. سمعيني عاد. اللي مطولة ايدك واصلين بريولك، لا وما عكازاتك بعد. ويلا اعطيني عرض كتافك. يلا برا برا يلا يلا يلا. يلا خلصيني. كذي تسوي فيني انا؟ ما يخالف. ما يخالف يا ابو فواز. يبا برا برا يلا 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 يلا. ما بقى الا انت عادي بالاسعاج. يلا بالمبروك يلا يلا. ما يخالف. يلا ما يخالف. يلا ما يخالف يا ابو فواز. يلا كنك قبقب. يلا 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 يلا. يا معيريس عين الله ترى القمر قدام والصخلة ورا. يبا نبي فلوس، نبي شيء نصرف منه يا يبا، ولا فلوسك بس تعطيها حق الصعلوة اللي جايبها؟ شب ولا كلمة. أنا مو قايل لك لا تبين سيرتها، ترى إني جبتي سيرتها مرة ثانية على لسانك، لا قص لسانك قص. مالي شغل فيها، نبي فلوس، من وين نصرف؟ صرفوا دبروا حالكم على ما ينزل معاش التقاعد، أنت تدرين معاش التقاعد 10 الشهر. يا يبا البيت فاضي ما في شيء. حتى أنا مخابيي فاضية ما فيهم شيء، شو أسوي؟ أروح أبوق؟ أوكي ما عندك شيء، ليش جبت لنا هالهم هذا وحطيتها عندنا بالبيت؟ شب ولا كلمة قايل لك لا تبين سيرتها. يا نورو يوسعك بسوالفتك يلا روحي غرفتك. ما بقى لا تحاسبيني بعد. اوف وايد زحمه. انا ما راح اقدر عليك، بس ان ما متشعت شعرها السعلوه اللي فوق ما اطلع انا لورا. شلون فتحتك؟ بعد شوي جايين رفيقاتي ما بهم يشوفون وجهك، يلا خلصيني. وانت شلون تحاكيني بهالطريقه؟ انت ما تدرين منو انا؟ يا سلام، وشلون تبين احاكيك انا باي طريقه؟ انت اصلا واحده مستهتره خسرت ريلها بسبب تعاملها، وبعدين حمود قال لي كل شيء عنك، وانت بصراحه ما تستاهلي تصيرين راعيه بيت، فهمتي؟ ايه انا استاهل كل اللي قاعد يصير فيني. أنا لو محافظة على بيتي وعلى زوجي كان ما ياب وحدة مثلك حطها هني. شوفي عاد مسكي لسانك واحترمي نفسك، ترى أنا ماني حمود يسكت لك، أنا غير، أنا لولوة، بعدين أنا زين صابرة عليك عشان حالتك بس الكثيفة. حبيبتي يلا ذلفة يلا، يلا غرفتك سول. شريفة كم مرة قلت لك لا تنهارين قدام أمي؟ ما أقدر يا جفو، أنا ما أقدر.
أنا قررت إن كل الورث اللي حصلته من عمي راح أحط علاج حق أمي بدرية. يا لازم تمشي، لازم ترجع تمشي على ريولها مثل قبل. صدقيني أنا ما راح أبخل عليها، لو تبي عمري ما راح أبخل عليها. هذا من طيب الصدق يا جماعة، بس هذه أمنا وإحنا لازم نصرف عليها. أنا مو قاعدة أقول لك هالكلام عشان تردين علي الرد. تدرين إيش كثر معزة أمي بدرية بقلبي؟ أنا ما أنسى الدموع اللي نزلت من عيونها عشان خاطري. والله لو بيدي إني أعوضها عن كل هالتعب اللي تعبته وعن كل هالسنين الألم والمرارة اللي ضاقتها بسبتي. صدقيني يا شريفة، كل دمعة نزلت من عيون أمي بدرية أغلى من كنوز الدنيا واللي فيها. لو شنو أسوي ما أقدر أوفيها حقها. بس هذا ظلم لك يا جماعة، انت ظلمتي وايد بحياتك، ويا الوقت اللي تشوفين فيه نفسك. كل شيء هون عندي، بس إني أشوف أمي بدرية وسط ما تمشي مثل الأول، إني أشوفها مرتاحة ومستانسة معانا. صدقيني يا شريفة، صدقيني إحنا بحاجة أمي بدرية أكثر من ما هي بحاجتنا. هلا بدر. بدر ما أقدر أطلع اليوم. الله يخليك بدر، قلت لك ما أقدر أطلع، في وايد سوالف صايرة عندنا بالبيت. لا تحاتي، ما حد يقدر يحاسبني. خلاص بدر، أحاول. يلا مع السلامة. اللي تبيه صار يا بدر. من وين جت الفلوس؟ أمي ما عندها فلوس، أبوي يعرفه. سألت شريفة قالت لي ما عندها فلوس. لا تكون جمانة، لا تكون جمانة واللي حاطة الفلوس. نحمد الله يا يمه ان اخوك طلع من صدمته وعزلته عن الناس. صدمته بابوك الله يرحمه غيرت كل تفكيره. الحمد لله يمه، انا الحين ارتحت ان اخوي رجع لعقله وصار سند لنا واقدر افتخر فيه. لا وبشرك، الحين هو ماسك الشركه والشغل ماشي كأن ابوك عايش. صدق يمه؟ الحمد لله الحمد لله. صار الحين لازم نزوجه. والعروس موجوده. مني؟ الله، كيف تدري انا احب الفراوله؟ انت هي سمعيني عدل، هالفواكه هذه والاغراض اللي بالمطبخ مو لك، واذا شفتك مديتي يدينك عليهم شوف ايش راح اسوي فيك. شريفه، شو الكلام اللي قاعده تقولينه؟ مو انت اللي تقولين هالكلام، وبعدين سعاد مو ذنبها. هذه البنت السنعه، البنت تعرف الاصول. والله لو تديني عليها ما خليها دقيقه في البيت. شريفه بعدين معاك. سمعني يا شريفه يا حبيبتي، مهما اللي سواه عمي ابو مشاري سواء كان صح او غلط، ومهما احنا كنا زعلانين منه، هذا مو معناته ان احنا نقلل من احترام زوجته، لان احترام زوجته من احترامه هو، يعني من احترام ابوك. تكفى يا ابو شميس، قول لي شد ابره شو اسوي؟ وراها ثياب فلوسه وانا مو مصفر قاعد على الحديده ما عندي شلون، شو اسوي معاه هذا؟ الحين ما تشوف العروض اللي حاطينها؟ ايه خذ قرض ويعطونك تلفزيون، خذ قرض ما ادري شنو. ايه خذ لك قرض حسن وصق دينك. ايش قرضه يا ابو شميس الله يطول لي عمرك؟ انا وين والقروض وين؟ وبعدين المبلغ اللي يبيه مني ابو رهف مو 1000 ولا 2000 ولا 10، يبي مني 26,000 دينار، والبنك اذا بيعطوني حدهم 10,000 دينار. فكر يا ابو شميس، فكر يا ابو شميس. اي والله ابو شميس تكفى، فكر معي بسرعه وشوف لي حل سريع.
فكر يا ابو شميس، نسيبك متضايق. حلو هذا وقت حلو. الله يهداك ابو شميس. يبقى انا وين وانت وين؟ شوف لي حل وانا اجيب لك كل الحلو اللي بتديره. يا يبا مو الحلو اللي تاكله، انت بس تفكر بطينك وبس. حلو الحل اللي لقيته لك انك تسدد فلوس برهف والباقي تبعزق فيهم ساكت للحين؟ قول بسرعه شنو الحل هذا؟ بيتك